ايزي لون تطبيق محمله 1000 شخص، بيديك كارد لحد 79,800 جنيه. مش ملاحظين يا جماعة ان نفس التطبيق ده شبه التطبيق بتاع لون ماركت او فاست لون، وبيديك لحد 39,800 جنيه؟ كلها تطبيقات بتسرق بياناتك. مجرد ما تحمل التطبيق وتعمل تسجيل دخول وتدخل جهات الاتصال وصور الفيديوهات وكل حاجة، وتقدم بقى على القرض اللي انت عايزه، ربع ساعة وتكون كل حاجة اتسحبت من موبايلك. وبعد كده 95% من الناس ما بتاخدش حاجة، ولو في 5% خد 350 جنيه بيسدهم 600 جنيه. ولو ما سددتش طبعا انت هتاخد عندك صور وجهات اتصال، ويتصلوا بجهات الاتصال بتاعتك ويقولوا لهم ان انتوا كنتوا ضامنين في القرض مع فلان الفلاني، ولو ما دفعتوش او هو دفع فاحنا مضطرين ان احنا نرفع الموضوع للنيابة. وتلاقي بقى جهات الاتصال بتاعتك قرايبك بيتصلوا بيك، انت ازاي تدخلنا في حاجة زي كده؟ خصوصا بقى لو كانت بنات. فالتطبيقات ديت كلها سرقة بيانات. لو مكنتش عارف المعلومات ديت وعرفتها من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب. حذر غيرك لان التعليقات بتجيني زي الزفت، نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه. للأسف بعد وقوع المصيبة مفيش حل.